طبعا رمضان كريم. بما انه اجى شهر رمضان واجت الاشياء المعتاده وياه، اغلبيه النماذج اللي كنت تعرفها بحياتك كذي ما تصلي ومقضيتها بس محارم طول السنه، فجاه برمضان تلقاها صايره متدينه. حتى الممثلين والمشاهير بس يخلص رمضان كلها ترجع لطبيعتها. كذب بعض الناس. شوف الاعلام شلون مصور رمضان، متخيلين رمضان كفرصة تسويقية لمسلسلاتهم الفاشلة. المسلسلات بانحطاط، ماكو شي جديد. تخيل برنامج بودكاست مستضيفين بيه في عبدو الرقاصة، من قد ما الوضع عندنا بانحطاط جايبين علي اللي من قسمه نصيب بيمثل بمسلسل. يعني انت بس تخيل. ما اعرف من الشخص اللي بدون عقل اللي اقترح انه هذا الشخص يمثل بمسلسل. تخيل هذا الشخص الفاشل بعد يومين راح يسمونه فنان اللي ماخذ مكان واحد صدق فنان. يعني بعد يومين تقوم العالم تتلوق له، ولا هي العالم بدأت تتلوق له. يعني من يجي يسأله يقول له انت شنو خبرتك؟ احتمال حتى تجارب اداء ما سواها له. والله هيجي اسمه طش جيبه، لان العراقيين راح يباعون عليك بس لين انت طاش، لا موهبه ولا تمثيل. هاي يريد يغزل بالبنات بالمسلسل، وها هي. والبلوجرات او الفاشينيستات عبالك نزلت عليهم هديه من السماء، تعالوا شوفوا عروض مكياج رمضان خاصه فقط برمضان. عبالك رمضان بس للمكياج والتزيين، وتشوف الناس حايره بالركن الرمضاني والقلبيات اكثر من رمضان نفسه. ايش قد غثه ينشرن اوتفيت سحور، اوتفيت فطور، وهاي التسريحة للسحور وهاي التسريحة للفطور. لازم ورا الفطور تطلعين لفلان مكان وقرية الفلانية، لازم تلبسين البشت الفلاني والمكياج الفلاني. يعني عبالك رمضان بس مجرد مظاهر وتزيين وحفلات وطلع، لا عبالك انه شهر واحد يصوم بيه ويصلي يعني هسه اوكي ماكو ضرر انك تطلع، ماكو ضرر انك تتابع مسلسلات، ما حد مانعك، بس مو تجي تسوي اساس رمضان هو بس مسلسلات، او اساس رمضان هو طلعة وركن رمضاني ومظاهر، وانت الله مطيح حظك لا صلاة ولا صيام. كره استغلال الناس والمشاهير الرمضان بشكل سلبي. شلون هاي البلوجرات تستغل رمضان وعروض رمضان، وهذين المشهورات العطل يسوون لوك سحور ولوك فطور ولوك تقديم الاكل لوك البشت والطلع. حرفيا يعني طالعه بملابس ما تناسب رمضان ابد. يعني انا برايي هذا غباء وقله معرفه وجهل. راح استفاد انا من الطالعين لي لوك رمضان وانت اصلا لو تصلين لو ما تصلين. تعوفك من ذول العطل. رامز جلال كل سنه يطلع بنفس البرنامج، والصدفه انه كل ممثل اقل شيء مستضيفه 10 مرات، وخطيه هذا الممثل ما يدري انه البرنامج رامز مستضيفه. نقول البرنامج صدق ومو تمثيل، يعني ما ادري صاير مستهلك البرنامج مو حلو. وهيك عن المسلسلات الثانيه المصريه اللي ما تمد رمضان بصله. فوق هذا المسلسلات العراقيه جاي تطلع بها الفاظ سوقيه. هيك عن المسلسلات الثانيه اللي يقتبسونها من مسلسلات تركيه او ايرانيه او سوريه وحتى هنديه، يعني بحيث اكو مسلسلات ما تناسب الاجواء الرمضانيه. انت تصوم يوم كامل بعطشه وبجوعه، فجاه تطلع مسلسل يخرب عليك الأول والأخير. فوق هذا كله يجي هذا الفاطر ياكل قدامك. الفلانة اللي عندها عذر فلاني، والله أني ما أقدر أصوم، يروح الزقني بيوحدك بغير مكان إلا تجين قدامي مثلا. يعني والله العظيم ناس تعبانة. وبس لا تنسون تتابعوني انستا، راح احط لكم الرابط بالوصف وبأول تعليق.